كده وداعا للنايت شوتس التقليدية على الكورونا ريندر، نقدر نستغل النايت سكاي بالشكل ده بحيث ان احنا نقدر نوصل لنايت شوت مميز زي ده. في التحديث الاخير ميزتين ضافولي كتير جدا في شغلي على الكورونا ريندر. يلا بينا اعرفك ايه اهم المميزات اللي تمت اضافتها في تحديث كورونا ريندر الاخير كورونا 14. النايت سكاي على خطى سوفت ويرز كتير جدا تمت اضافتها في الكورونا ريندر في التحديث الاخير، وقبل كده تم تقديمها في الفيري. وقبل كل ده محتاج منك ان انت تنزل تعمل لايك وتعمل ريبوست للفيديو ده، هتلاقيهم موجودين تحت او على الجنب. ويلا بينا نكمل الفيديو ده. دلوقتي هخش على اللايتس وهخش على الكورونا واختار الكورونا صن. هضيف الكورونا صن في اي مكان انا حابه واختار ارتفاعها زي ما بنعمل في العادي وفي الطبيعي. من هنا هخش على البارامترز بتاعتها وهلاقي حاجه اسمها الاد كورونا انفايرمنت. هنضغط اد كورونا سكاي وبعد كده بضغط على 8 تظهر في الانفايرمنت تاب. هسحبها عندي واحطها انستنس وبعد كده ابدا اشوف اول ريندر هعمله. لو بصيت كده دلوقتي هتلاقي هي دي الإضاءة اللي احنا شغالين بيها دلوقتي. ولو بصيت معايا هتلاقي ان انا لو رفعت الصن او نزلتها بدأت تتحول السماء لشيء من الإضاءة الليلية. الجميل بقى والجديد اللي نقدر نشتغل عليه دلوقتي هو النايت سكاي. هتلاقي فيه بارامتر جديد ظهر معاك اسمه نايت سكاي بارامترز. مجرد ما بعمل انيبل بعد ما بنفعلها لو ما ظهرتش معاك خلينا نبدأ نزود الانتنستي بتاعتها ل 250 ونشوف. هتلاقي في لحظة بدأت تظهر معاك النجوم اللي موجودة في السماء بالشكل ده، ومن هنا تقدر تغير اتجاهها وكل مرة هتظهر لك النجوم بشكل مختلف بالمنظر ده. ومن هنا تقدر تزود ارتفاعها لحد ما تختار الكلاستر اللي انت تعجبك. تقدر هنا في السايز ديفرنس تقدر تقلل وتزود عددهم. الحاجة التانية برضو اللي تمت اضافتها هي الميلكي واي. تقدر برضو تزود قيمتها بالشكل ده. جرب تديها رقم كبير ونرجع تاني. لو اشتغلنا اللانجيتيود واللاتيتيود هتقدر تشوف الميلكي واي كلها بالمنظر ده. طبعا قيمتها عالية جدا. تقدر تتحكم في الميلكي واي مالتيبلاير من هنا. لو انت عايزها مثلا 500 تقدر تعمل حاجة شبه كده، بس طبعا خليها واقعية شوية ان نقللها بالشكل ده. وكل ما تنزل الصن كل ما المشهد يكون معاك ليلي اكتر وكل ما تبدأ الستارز تبقى واضحة معاك بشكل اكبر. وممكن كمان هجيب الصن من هنا كده. وداعا للنايت شوتس التقليدية على الكورونا ريندر نقدر نستغل النايت سكاي بالشكل ده بحيث ان احنا نقدر نوصل لنايت شوت مميز زي ده. الحاجة التانية اللي تمت اضافتها بشكل جميل برضو وعجبتني جدا هي المون. من نفس القائمة بتاعة اللايت هنلاقي حاجة اسمها الكورونا مون. بمجرد ما ضفناه هتلاقي المون موجود بالشكل ده. ومن هنا تقدر تتحكم في الانتنستي بتاعته. لو هو مش واضح قوي حابب تكبر الإضاءة بتاعته تكبرها. الفيس بتاعه يعني الطور بتاعه لو انت حابه طور كامل او حابب ان انت تخليه هلال زي ما تحب خلينا نكبره شوية بالشكل ده. وكمان لو انت عاوز تعمل له روتيشن فتقدر تعمل له روتيشن للشادو بتاعه اللي موجود هنا. لو صفر هيبقى عمودي ولو بزاوية هيبقى بالمنظر ده. الحاجة التانية ان انت تقدر تتحكم في السايز بتاعه. هو بيبقى الديفولت بتاعه 1 بيبقى صغير جدا. انت ممكن تكبره بالشكل ده. ولو حابب تزود الفيز بتاعه هيبقى حلو قوي بالشكل ده. وكمان تقدر تخليه يعمل جلو في السكاي كأنه بيعمل هالة ضوئية حواليه. تقدر تزودها او تقدر تنقصها زي ما انت عايز. الميزة الجميلة جدا اللي تمت اضافتها في التحديث الاخير للكورونا ريندر لو من علامة 100% وضغطت عليها هتلاقي في حاجة اسمها الدوكابل. ان انت تقدر تخلي قائمة الريندر موجودة معاك بالشكل ده. وكمان اللايت ميكس يكون موجود لان المشكلة دي كانت موجودة قبل كده في التحديثات الأخيرة. ما كناش نقدر نشوف اللايت ميكس واحنا شغالين على الانتراكتيف ريندرنج اللي موجود في الفي بورد. دلوقتي انا عرفتكم اهم المميزات اللي عجبتني جدا في التحديث الأخير للكورونا ريندر. اتمنى الفيديو يعجبكم. سلام. ما تنساش تشارك الفيديو ده مع اصدقائك. سلام.